طيب خلينا نرجع لوقتي المفضل في الاسبوع ونناقش الحلقه الخامسه من مسلسل آل التنين. الحلقه بعنوان ريجنت او الوصي. بلاش تطويل اكتر من كده، خلينا ناخد لفه بين اركان ويستروس ونتابع اللي وصل اليه الخلاف المحتدم بين عيله تارجيريان المنقسمه. كالعاده الاول اهلا بيك، انا محمود ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. Dreams didn't make us kings. Dragons did. زي ما قلت في نهايه الحلقه اللي فاتت انه منطقي بعد تصاعد الاحداث في الحلقه الرابعه واللي انتهت بموت العزيزه رينيس بعد صراعها القوي والمثير للاعجاب قدام اتنين من اقوى تنين القاره، انه نواجه بعض الهدوء والحزن والتعامل مع صدمه وقع المعركه الاولى في الرأسة. وعليه حلقتنا بكل تاكيد هاديه لكنها مش فاقده للاهميه ومليانه بالاحداث المحوريه اللي بتحدد مسار المسلسل ككل في الحلقات الجايه. يمكن لو هختزل الحلقه في حدث واحد فهيكون هو قرار الامير جيس مع امه الاميره رينيرا بانهم يستعينوا باقاربهم التارجيريان اللي اختلط دمهم بدم عوائل تانية بهدف ترويض التنانين المركونه في الدراجون بيت من غير راكب. الهدف الاهم دلوقتي هو تصدي الفجار، كونوا اكبر تنين في القاره. يمكن تنانين رينيرا الغير مروضه مش في نفس الحجم لكنها بتواجه فجار في القوه. بيظهر منهم فيرماسور اللي فشل ديمون في ترويضه، وسي سموك تنين الامير لينور المفقود، وغيرهم اللي يقدروا يتصدوا لخطر فجار. بكل تاكيد ده الحدث المحوري في حلقتنا، واللي منتظر جدا اشوف مين اللي هيروض التنانين دي في الحلقات الجايه، على الرغم من اني قد يكون عندي فكره، لانه غالبا تقديم ناس زي اولاد لورد كورليوس الغير شرعيين ادم والين مش جاي من فراغ، ولحظه عن لحظه بيظهر اهميه الشخصيات اللي بتتقدم في الظل دي. لكن كمان حلقتنا حلقه سياسيه بامتياز، بتتحرك على اكتر من جهه وكل جهه بتحصل فيها تطورات مهمه، والمره الاولى مش تطورات سريعه، المره دي احنا بنعيش الاحداث وبنشهد تطورها، وكل الفضل اكيد بيرجع للحلقه اللي فاتت ونهايتها المحوريه. وخلينا نبدا بكينجز لاندنج وحال الخضر. وبدات بكينجز لاندنج لانه انا عاجبني قوي اهتمام المسلسل انه يظهر حال الشعب ويحوله لخط اساسي من خطوط القصه. يمكن ما عملش اي حاجه لحد دلوقتي او حتى كان له اي تاثير يذكر، لكن واحده واحده بنشوف انه في الغالب هيتم الاستعانه بيهم بشكل او باخر. وده بالمناسبه اللي بتدركه شخصيه زي مساريا، بانه الشعب قوه جباره والاستهانه بيهم خطا كبير، وبتقنع رينيرا نفسها انه مش كل الحروب بتبقى في ساحه القتال. وعليه بتبعت الخادمه بتاعتها لهدف بيظل مجهول لكينجز لاندنج. اهل كينجز لاندنج بيستقبلوا اخبار الانتصار اللي اتسمى باسم الملك ايجون، على الرغم انه ملوش يد فيه بشكل غير متوقع طبعا بالنسبه للقاده المبسوطين بانتصارهم الضعيف، لكنه متوقع جدا بالنسبه لنا. كنا عارفين معاناه اهل كينجز لاندنج من الحلقات اللي فاتت بسبب قله الاكل والموارد، بسبب الحصار من تنانين رينيرا، فبيلازمهم الخوف اكتر من رد فعلها على موت رينيس، وبيزيد سخطهم اكتر خصوصا مع قرار ايموند بانه يقفل بوابات المدينه ويمنع اهلها من الخروج. وقفه سريعه وخليني اشيد بالتجربه البصريه اللي بتتقدم في الحلقه دي. بقيت متاكد كل ما اشوف اسم كلير كيلنر كمخرجه ان هحصل على تجربه بصريه ما فيهاش غلطه، زي ما حصل في الحلقه الثانيه. مشاهد دروفات التنين ميليس وهي بتعبر ازقه كينجز لاندنج كانت جباره، بس مش لوحدها راس التنين اللي بتدخل المدينه، وانما كمان في تابوت متهالك مغطى بلا اي اهميه او قيمه بيدخل الملك ايجون، اللي بالمناسبه لسه عايش بعد غدر اخوه بيه في نهايه الحلقه اللي فاتت. هو يمكن عايش بالاسم، لكن الشكل اللي بنشوفه فيه اول ما يوصل اوضته بيكون مثير للشفقه جدا، واحنا شايفين الفولاذ الفاليري المكون منه درعه انصهر مع لحمه علشان تشكل مشاهد الجراند ميسترز وهم بينزعوا الدرع منه اكتر مشاهد مقززه وحزينه وصدمه في الحلقه. الملك ايجون اللي محدش بيهتم تماما بوجوده، وبيجي ايموند علشان يشوف الاثر اللي رسمه بايده، وبيجي هنا تاني جمال اخراج بزاويه الكاميرا المنخفضه علشان تظهر قوه ايموند وجبروته وهو واقف على طرف سرير اخوه، وبنستخدم تاني نفس الزاويه وهو واقف قدام العرش الحديدي وبيسال نفسه على لسان اخته الملكه هيلينا هل كانت النتيجه بتستحق كل اللي عمله ده او لا. خليني قبل ما ينتهي ارك الملك ايجون اللي اعتقد شرف على الانتهاء اقرب انه شخصيتي المفضله في المسلسل حتى الان. ايجون شخصيه معقده جدا، وانا مقتنع انه كان ممكن يكون ملك جيد لو لقى الفرصه لده، لكنه واجه الرفض والاستهانه من كل الناس اللي حواليه. يمكن يكون شخص مذنب وغبي، لكن بكل تاكيد الذنب الاكبر بيقع على كل اللي حواليه اللي شافوه بس مجرد قطعه شطرنج بيحركوها وقت ما يكونوا عايزين، متناسيين انه انسان وفي لحظه معينه هيتهور ويحاول يثبت نفسه باكتر الطرق شده وتطرف وتاثير. لكن حتى في عجزه بيلقى جانبا بدون اي اهميه له، على الرغم من وجود السايلنت سيسترز في غرفته بانتظار موته، ويبدا الصراع بين اليسنت وايموند على مين هيكون الوصي على العرش في غيابه، الامر اللي بيتم حسمه بسرعه جدا من كل اعضاء المجلس لطرف ايموند. حبيت جدا المشهد اللي تخلى فيه كريستيان كول ولارس سترونج عن دعمهم لاليسنت، وفي ثانيه همشوها واختاروا ايموند. وجمال مشهد غضب اليسنت لما بتعرف انه على الرغم من كل محاولاتها الا انها فضلت سلم بيطلع عليه كل حد بيحاول يرتقي لمكانة أعلى منها، بين أبوها أولا ودلوقتي كول ولاريس وابنها ايموند، وإنه مهما بلغ خبرتها في شؤون الحكم لقب امرأة اللي بتحمله هيخلي خبرتها غير مهمة قدام قوة راكب التنين على حد وصف كريستيان كول. ونوعا ما كول مع حق،
اللي شفناه الحلقه اللي فاتت بدخول التنانين في الحرب بتخلي القرار الصائب انه شخص ما يعرفش الرحمه زي ايمند هو اللي اسمه يبقى ورا كل المصايب ديت ومش اليسنت. لكن بكل تاكيد قوه اليسنت مش بتختفي حتى بعد التخلي عنها زي ما حصل مع ابوها اوتو هايتاور، وبتوقف كول عند حده لما بيقرر ينده لها باسمها بدون لقب الملكه كانها قلبت عليه. نظراتها لايمند بين الصدمه والخوف لما كانوا واقفين على اسوار ريد كيب بيتفرجوا على بقايا التنين بتجوب ازقه المدينه وهو مستحوذ على خنجر اخوه بكل جرأه ووقاحه، وبين نظرات الغضب اللي بتشتعل من عينيها لما بيتم اختياره في المجلس كان شيء ممتع جدا مشاهدته، وبيفكرنا اكتر بقد ايه اوليفيا كوك ممثله جباره. وحتى الان مش مسامح في كل اللي بيحصل في شخصيتها من تهميش والتلميع المبالغ فيه لجانب رينيرا. عودة لإيمند اللي بيتخلى عن انتصاره علشان يتسمى باسم أخوه بدل منه، بدلالة على مدى عملية إيمند إنه في الآخر وصل للي هو عايزه وخلاص، وصل للعرش اللي طول عمره بيحلم بيه. ويمكن ده الفرق بينه وبين الأمير دايمون اللي دايما بيهتم بالمظاهر وبيحب يتباهى بأفعاله. الأمير إيمند اللي كان في الظل لحد آخر لحظة، حتى على طاولة المجلس ما شفناهوش بيفتح بقه بكلمة واحدة لحد ما أجمع المجلس على اختياره عشان تبقى أولى كلماته هو رجوعه لخطوطه الأولى والأهم، هارنهال القلعة الأكبر والأهم في المملكة. لازم يتم السيطرة على الريفرلاند علشان يحصلوا على الإمدادات من لانستر والهايتاور، كونهم لازم يعدوا على هارنهال في سبيل الوصول لكينجز لاندنج. وفعلا بس لو يصبر هيلاقي ولاء سادة ريفرلاند جايله على طبق من ذهب. ومن ناحية تانية بيؤمر بفك كل جثث صائدي الفئران المتعلقة بأمر أخوه الملك إيجون على أسوار القلعة، وطبعا قفل كل أبواب المدينة وسجن أهلها الغاضبين جواه. Slain by King Aegon! King does not lack for heirs. So you cast me aside. We have given the war to the dragons. It's terrible. واللي بتواجهه رينيرا على الطرف الثاني ابدا مش مختلف عن اليسنت. مجلس دراجون ستون مضطرب ومحبط بعد الخساره الضخمه اللي تعرض ليها. اكبر تنانينهم ماتت واحد اقوى قادتهم انتهى وجوده. ما ننساش ان الاميره رينيس هي زوجة اللورد كورليوس لورد دريفت مارك ومالك الاسطول، وممكن جدا يخسروا ولاءه بعد موت زوجته. الاضطراب اللي بيتغلل لرينيرا نفسها واللي بيظهر ضعفها واضح قدامنا، الضعف الناتج عن الحداد على اكبر داعميها ومن الضياع وعدم معرفه وجهتها والمفروض تعمل ايه. بنشوفها مع مساريا اللي نشأت بينهم علاقه صداقه من نوع ما وهي زعلانه من كونها امراه، وانها لو كانت راجل كان ابوها علمها ازاي تقاتل من صغرها وازاي تتصرف في الحرب الطاحنه اللي لقت نفسها واقعه فيها. الامر اللي بتخفيه في مجلسها على الرغم من اقتناعها بيه. ولما بيفكرها السير ألفريد بالحقيقه ديت بترد عليه انهم هما الاثنين عاشوا حياتهم كلها في السلم وما شاهدوش اي معركه وبالتالي مفيش اي فرق بينهم. لكن طبعا بيأثر عليها المجلس وبيمنعها من الاقدام على اي تصرف كونها الملكه، وعلى حد قول ابنها جيس انه هي اللي بتشكل الرابط اللي بيجمع بينهم وبالتالي ما ينفعش المخاطره بحياتها. وخلينا شويه نقف مع السير ألفريد بروم من ناحيه والامير جيس من ناحيه ثانيه، واللي كان ليهم التصرف الاكبر والاهم في جانب الحزب الاسود. السير ألفريد واللي بيفكرني قوي بشخصيه نيد ستارك في عدم خوفه من معارضه اللي اعلى منه واللي اقوى منه بدون ما يتزعزع ولاؤه ليهم. وعلى الرغم من الشغب اللي بيثيره في المجلس بارائه الجريئه، لكن رينيرا بتقدر ولاؤه وبتختاره علشان يسافر لدايما في هارنهال بهدف معرفه ولاؤه وموقفه من اللي بيحصل. اما من ناحيه الامير جيس فاخيرا بنشوفه بياخد ردة فعل، كأن اللي حصل في روكس ريست كان القشه اللي قسمت ظهر البعير، واصبح من عدم المحتمل انه ما يتحركش او يتخذ اجراء على اللي بيحصل عشان يصبح هو بطل الحلقه بلا منازع في خروجه بشكل سري من دراجون ستون علشان يروح لمنطقه التوينز معقل الفري، بشكل بيورينا قد ايه جيس عقليه فذه ومخطط جيد للحروب وعنده قدره مش قليله على الاقناع. وده ظهر معانا في اول حلقه في مشاهده في وينترفيل، والمره دي بيدرك انه في سبيل تاني علشان يحصلوا على الدعم غير الجيش اللي بيفشل ديمون في جمعه بين اروقه هارنهال، وهو تامين طريق تاني لدخول جيش الستارك الجايين من الشمال من خلال معبر بيسيطر عليه الفري. وبالفعل بيخرج على تنينه متجه لمنطقه التوينز علشان يقابل اللورد فورست فري وليدي سابسا فري بهدف اقناعهم بالمساعده، وفي المقابل هيقدم ليهم الحمايه. وبتظهر قدرته في التفاوض لما بيقنعهم بالولاء الكامل لامه في مقابل انه يقدم لهم قلعه هارنهال بعد نهايه الحرب، خصوصا مع ضعف اللورد جروفر تالي واللي من كلام الليدي تابسا عنه بنعرف انه مرضه ناتج عن الهلاوس اللي سببتها القلعه الملعونه. وبنرجع نفتكر الكاميرا مره تانية، واجمل مشاهد الحلقه هي مشاهد منطقه التوينز وجمال اظهارها. وبتظهر قدره جيس في الاقناع مره تانية لما بنرجع لدراجون ستون وبيتحاشى غضب امه على خروجه السري من غير علمها، بل وبيقنع رينيرا كمان بالاستعانه باقاربهم للسيطره على التنانين علشان يحصل بينهم لحظه سعاده كده جميله بتخفف شويه من حده الاحداث. من يوم ما اتجمعت العيله على مائده الملك في سيرس ليله وفاته ما شفناش لحظه راحه او حد بيضحك غير في الحلقه دي. والنهايه في الحزب الاسود بتكون مع شخصيتي المفضله في الحلقه رينا، واللي بسرعه بتاخد مكان رينيس وبتظهر قوه غير محدوده في تقبل مأساة وفاة جدتها، وبتظهر حكمه واضحه في التعامل مع جدها اللورد كورليوس واللي بيبدا يشوفها البوصله اللي ضاعت مع موت رينيس لما بتروح له مع شاره ايد الملك اللي بتبعتها بيها رينيرا علشان تحافظ على كورليوس في صفها. كلامها بيقنع اللورد كورليوس بشكل كبير وغالبا احنا ضامنينه في صف السود، وبينتهي لقائهم بمحاوله منه انه يخلي رينا خليفته بعد تاثره بكلامها.
لكنها بتفكره انها تارجيريان من الدم والنار، وان حاكم دريفت مارك لازم يكون فالاريان من البحر والملح. مين بقى اللي حرفيا خرب الدنيا في الحلقه دي اكتر ما هي خربانه؟ طبعا عزيزنا الامير سلاش الملك ديمون. وزي ما كان الحدث المهم في الحلقه ان جيس هيروض التنانين المركونه في الدراجون بيت، فحدث ديمون لا يقل اهميه بخساره ولاء كل ساده ريفرلاند، بما فيهم سايمون سترونج نفسه اللي بدا الحلقه بيندهله بماي برنس بدل يور جريز زي ما ديمون امره. بشكل بيظهر ان سايمون ولاؤه متذبذب وانه خاضع لديمون بس علشان هو في موضع قوه، واول ما ظهرت بوادر الهزيمه بدا يستهين بيه وما ينفذش اوامره. ديمون زي ايموند مقتنع باهميه هارين هيل وتاثيرها على موازين القوه في العالم ده، لكن تاثير القلعه عليه بقى مخيف جدا وبيزيد اكتر من اضطرابي مع الشخصيه، اللي هو بقيت احس ان قلعه هارين هيل بتمثل لديمون مرايه ارسد الموجوده في هاري بوتر مثلا، اللي هي بتوريك خفايا قلبك الدفينه، بس القلعه تاثيرها مضاعف حبتين، او يمكن ده تاثير أليس ريفرز محدش عارف. كل اللي نعرفه ان هلاوس ديمون لسه ما خلصتش. وبنكمل عشان نشوفه في مشهد مش لذيذ مع شخصيه غريبه لكن بشعر ابيض مما يدل على انها تارجيريان، عشان في اخر المشهد تفصح عن نفسها بانها امه اللي ما شافهاش، الاميره إلسا تارجيريان، وهي بتقول له انه دايما كان ابنها المفضل. وشويه فلسفه كده هنكتشف ان القلعه عباره عن عقل ديمون باعتزازه بنفسه واقتناعه الكامل باحقيته في العرش، وانه لازم يكون الملك، وان اخوه الملك فيسيريس ظلمه لما سمى رينيرا ورثته وتخلى عنه. وفي الجنب كده بقى شويه احساس بالذنب على اللي عمله مع رينيرا، وذنب وفاه زوجته السابقه لينا فالاريان، وذنب تركه لبناته. الناحيتين كل واحده منهم بتطغى على الثانيه شويه، لكن موضوع القوه هو كبره واعتزازه بنفسه اللي بيخليه يرفض الاستعانه برينيرا في تعمير القلعه، وبيرفض انه يتم مناداته غير بجلاله الملك. والاول مره بيعترف بشكل كامل بخطته لأليس ريفرز بانه رينيرا امراه ومش هتعرف تدير العرش، وانه هيجمع جيش ويحارب لوحده علشان يسترد العرش ده، وبعدها لو رضيت ممكن تبقى تيجي تاخد مكانها جنبه كزوجه له مش اكتر. ولما بتواجهه أليس بانه ايه هيحصل لو فشل، بيقول لها بلا مبالاه انه هيكون مات وقتها ومش هيبقى مهم مقدار الضرر اللي هيسببه. وفي سبيل تجميع الجيش زي ما عرفنا الحلقه اللي فاتت بيستعين بعيله البلاكوود وجيشها علشان يسيطر على الريفرلاند، في مقابل انه يعاقب البراكن بتنينه على قتل قائد البلاكوود في معركه الطاحونه المحترقه. لكن مع عدم خوف لورد البراكن من التنين ورفضه للاستسلام بيعجب ديمون بشجاعته، وبيقرر انه ما يعاقبوش وانما يدور على طريقه تانية في اقناعه بترك الحزب الاخضر واعلان الولاء ليه. لكن كعاده النزعه اللي عند البلاكوود وتباهيهم بالقوه قدام اللي اضعف منهم، مش بيكتفوا بس بعقاب البراكن وانما بيعاقبوا كل عيله كانوا على خلاف معاها في ريفرلاند، بل وبيرفعوا علامه تارجيريان اثناء غاراتهم، وده اللي بيجمع ساده العوائل علشان يقابلوا ديمون في قلعه هارين هيل، المقابله اللي بعناد ديمون بيخسر فيها ولائهم وبيعلنوا قدامه بدون خوف تصديقهم لانه هو اللي قتل الطفل جيهيرس قدام عيون امه بدون ذنب. عموما حلقه ريجنت ما كانتش بنفس اشتعال الحلقه الرابعه، لكنها كانت مغامره سياسيه بيلتقط فيها كل طرف انفاسه ويجمع خطوطه ويعد نفسه للقادم. وفعلا انا حبيت جدا الحلقه واستمتعت بيها، ومنتظر بشغف كل اللي اتمهد له في الحلقه دي هيأثر ازاي على الاحداث. وتقييمي للحلقه الخامسه من هاوس اوف ذا دراجون هو 8 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. شاركوني برايكم عن الحلقه وقولوا لي ايه مدى حماسكم للحلقات الجايه، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات الافلام اللي بشوفها. اتمنى تكونوا استمتعتوا. انا محمود وسلام.